نزلنا الولاد المدرسة. تعالوا بقى نفطر فطار رايق كده يخلي اليوم كله تفاؤل ونشاط وكمان صحة. وجبة الفطار تعتبر من أهم الوجبات الأساسية في يومك، وهي اللي بتخليكي كده كلك نشاط وقادرة تكملي اليوم، وكمان مدياكي الطاقة والحيوية اللي انت عايزاها. وطبعا يفضل انه يكون صحي. ومن أهم الحاجات في وجبة الفطار هو البيض. هنعمل النهاردة طبق أومليت غني بكل الفيتامين اللي الجسم محتاجها. تعالوا نشوف عملنا ازاي. جبت هنا بيضتين وقلبتهم كويس، وطبعا حطيت عليهم الملح والفلفل. النهاردة هطعمهم بأي رشة جبنة كده عندك في التلاجة، جبنة شيدر، جبنة برمجان، جبنة رومي، أي نوع انتي بتحبيه أو بتفضليه. ولو مش موجود طبعا ملهاش لازمة، بس هي عشان تديها شوية تست حلو يعني. وكمان مش هنسى الخضار مهم جدا جدا جدا، وخاصة لما يكون الفلفل الألوان. هفضل أقول لكم على فوائده رهيبة، خاصة في الشتاء كمان، لأنه مليان فيتامين سي. حطيت كده الجبنة والفلفل مع البيض. ممكن لو عندك مشروم تضيفيه، عندك سبانخ هتبقى حلوة قوي كمان. هنبقى نعملها مرة تانية، بتخلي طعمها حلو قوي. اي نوع خضار انتي بتفضليه حطيه على البيض وهيديكي طعم روعة بجد. زيتون ممكن، اي تيست انتي بتحبيه حطيه على البيض وكليه. المهم ناكل بيض كتير جدا يا جماعة، عشان هو بيمدنا بالكالسيوم المهم جدا لينا كستات وللولاد ولأي حد يعني. هتحطي في الطاسة بتاعتك السمنة او الزبدة اللي موجودة عندك، ويفضل ان الطاسة تكون ما بتلزقش عشان ما تعذبكيش. وهبتدي افرد كده البيض او الاومليت بتاعي، واستنى ياخد وش كده او ياخد التحميرة حلوة ويستوي. انا عارفة في ولاد كتير مش بتحب تاكل البيض، ممكن ننوع لهم فيه او نضيف عليه الحاجات اللي بيحبوها. المهم ياكلوه يعني. في ناس ممكن تضيف سوسيس، تضيفي قطع فراخ، تضيفي بسطرمة، تضيفي جبنة قريش. في حاجات كتير قوي البيض ممكن تضيفيها عليه. المهم يكون بيحبوه وياكلوا منه. ممكن ماشي السوسيس مش صحي قوي، بس عشان ياكلوا البيض اضيف قطع صغيرة خالص. المهم ياكلوا البيض. قلبناه هنا كده على الوش التاني، هياخد بس تسوية كده بسيطة، وكده خلاص خلص وجهز معانا احلى فطار صحي ومفيد، وما بخدش وقت خالص معاكي، وهيديكي طاقة وحيوية والفيتامين اللي الجسم محتاجها طول اليوم. وبما اني في اول الفيديو قلت لكم فطار رايق، فحاولت اخلي شكله كمان حلو عشان يفتح نفسي. وبجد الحاجات دي بتديكي طاقة ايجابية كده طول اليوم. يبقى يومك كده مبتدي حلو وجميل والوان. فبجد بيديكي طاقة ايجابية، وكمان بألف هنا وشفا صحية. هنا انا جبت فينو عادي وقطعته وحطيت عليه الجبنة، اي نوع جبنة برضو بتحبيه. بتبقى تستها حلو كده مع الفطار وبتفتح النفس كمان. هبتدي بقى طبعا لو انتي عاملة دايت او عايزاها وجبة صحية تماما، ممكن عيش بقمح كامل، او ممكن من غير عيش خالص تاكلي البيض مع الخضار او مع خيار مع كابوتشا. وطبعا قلت لنفسي هخليه فطار صحي زيادة، فرشيت على الجبنة حبة البركة. حبة البركة مفيدة جدا جدا برضو يا جماعة. دخلوها في الأكل، أو ممكن رشة زعتر، أي رشة توابل أو حاجة مفيدة.
وده كان فطارنا الرايق النهاردة، بجد حاجة فاخر من الآخر. لذيذ وسهل وما خدش وقت وفتح نفسنا وادانا كمان فيتامينات وأكل صحي، بدل ما نصحى ناكل أي حاجة كده دقيق أبيض مع كوباية شاي بلبن. لا، نحاول نخلي أكلنا صحي كده ولذيذ. قولولي في التعليقات واكتبولي لو حابين نعمل فيديوهات تانية عن وجبات فطار او افكار للفطار، قولولي وابعتولي واحنا ان شاء الله نعملها سوا مع بعض الفترة اللي جاية. وده كان فطارنا النهاردة، سهل ولذيذ وصحي في نفس الوقت، والفيديو كمان سهل وخفيف عليكم. لو عجبكم الطريقة دي من الفيديوهات اكتبولي قولولي ونعمل كذا فيديو تاني. بحبكم، هتوحشوني، وسلام عليكم.